ايه الفيلم ده؟ جميله قوي. انا هدخل الحمام بس قدامي. طيب ماشي. ايه ده؟ بيضه؟ هو علاء بيبيض؟ طريقة السؤال توحي بانها كانت عامله حسابها مثلا على انه هو بطريق، تمام، فهو طائر بس بيولد، ففاجئها انه هو بيبيض. مش الازمه عندها ان هو بيبيض، لا، هي الازمه عندها انها كانت فاكره انها متجوزه واحد على اساس ان هو اللي يولد، بس اكتشفت ان هو من الطيور. انا مشكلتي كلها مش في انه هو بيبيض، مشكلتي ان هو ما صارحنيش. احلى كوبايتين شاي لست البنات. خلي بالك بس، الشاي الكتير ده مش كويس، بيجيب بيض بني. اتاخرت عليكي؟ لا ما اتاخرتش. ايه الكحه وايه حطت الايد على المناخير دي؟ على فكره هو بيبيض مش واكل بيض، تفرق، فما نستهبلش عشان الراجل ممكن على فكره يسيب لك البيض ويمشي، او يسيب لك البيض ويمشي. هو ايه ده؟ هو في كل عمر بيزيد 2 ولا ايه؟ 3 بيضات؟ يا نهار اسود ومنيل. لما يقعد المره اللي جايه بقى يعمل ايه؟ يجيب 6 بيضات؟ ده ايه ده؟ حلو قوي المشروع ده. في الطمع يا لهوي، يعني خلاص نسيت المشكله الكبيره اللي هي خلاص بقت فيها دي. لا، ومين والبيض ده هيتكتب باسم مين، ومين اللي هيعترف بيه؟ نسيت. دلوقتي بقت بتتعامل مع بقال، انت فاهم؟ يعني هي رايحه هايبر كارفور مثلا، واقفه عند الراجل بتاع بتتعامل انه ايه ده هو ده دلوقتي بيبيض بالاثنين. الله، طب ما استنى، شوف الطمع ده يبقى مشروع العمر يا بنتي يا ندى. جوزي بيبيض. الازمه كلها دلوقتي عندها في انها تكلمه ازاي في ان المشروع ده يكبر، مش انها هترفض مثلا ان تكمل الجوازه دي لان جوزها بيبيض. هي عايزه تبدا تتكلم معاه في الموضوع وتتناقش معاه في انه هترش له مثلا على السرير في اوضه النوم مثلا نشاره، يعني بطاريات، هتجيب له البطاريات. يعني عايزه تعرف البطاريات على مين، على العريس ولا على العروسه. خلاص بقى، نشاره الخشب اللي هتبقى في الاوضه على مين برضو. افتح شركه بيض قد الدنيا. تعمل شركه بيض. ما انا بقول لك مش هو بس اللي هيبيض، ده هيبقى غالبا زي سبايدر مان كده، اللي هو هيعضها، يعني زي ما العنكبوت عض سبايدر مان فتحول، فغالبا هي بترسم على انه في ليله الدخله يعضها فتبقى شركه بيض، فالاثنين يبيضوا. شوف يا اخي، يعني تفكير برضو بره الصندوق، لا بره العشه. ده احنا هنكسب دهب يا بنت. ده انا هفضي لك اوضه عندي هنا. ايه ماما اللي طالعه من الكنبه دي؟ بس انا عرفت انت طالعه طماعه لمين. هو ما عرفش يختار العيله الكويسه اللي يبيض فيها، ونحوش فيها البيض ونشارك بالنص بقى. بنص يا ماما؟ انت هتطمعي. يا بنت، ما انا هفضي لك اوضه ونحوش فيها البيض. طب انا كان ممكن افضي اوضه عندي هي الربع. يا بنت هضمك نتشارك مع بعض. لا، ما احنا هنديله انت ربع بس برضه، خليه يعني هو بيض. هيبيض ببلاش. يا بنت خليه بيض بس. بصي يا ماما، انت ربع وهو ربع وانا النص. هو الربع ده ما تجيش تمن الحزقه. ده ايه الظلم البين ده يا جدعان؟ هو انا عشان خاطر ملوش اهل يسالوا عليه من اول الفيديو نعمل فيه كده؟ طلاق بيت 3 انت بتبيض. قول لي بابايا. يا مش مصدقني؟ اختي عامله دلوقتي اوضه عماله تخرج فيها الحاجه وحاطه فيها البيض. يا نهار ابيض. اهم حاجه دلوقتي يا صاحبي انا وام التلت الربع. خلاص يا مصطفى، روح انت بس بكلمك. خلاص ماشي. هو متصل بيك عشان يستلف منك 230 جنيه. انت ليه بتتكلم كده كانه مفيش اي حاجه حصلت؟ اللي هو خلاص ماشي، روح انا بقى هشوف الموضوع هتصرف. يعني ده في ازمه. وبعدين في حاجه انا برضو مش راكبه، يعني ازاي انت لو اخر واحد اتفاجئت وعرفت؟ معلش، هو انت معلش خارم، يعني انت اشتريت البنطلونات مثلا زمان كانت بتتقطع في الركبه، فدلوقتي اصلا بتشتريها مقطوعه فانت بتسقط منك ما بتاخدش بالك. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت ما تعرفش اللي بيسقط منك يبقى سحري، بيضه سحريه زي التانية السحريه مثلا في البنطلون، فانت ما بتاخدش بالك ان في حاجات بتسقط منك مثلا. ما فيش حاجه. البوكسر ما بيكسرش، ولا هو بتنزل مسلوقه. انا حراميه؟ تسرقي البيض بتاعي عشان تبيعيه وتفتحي مشروع وانا قاعد كده شحات. بقول لك ايه، لا احنا مش هينفع نكمل مع بعض. ليه علاء؟ تجيب البيض بتاعه وتتكل على الله. هي مش كانت زمان الجمله روح هات الذهب وكل واحد يروح لحاله؟ ولا هو كان ناوي ان هو يلبسها على الكوشه، يجيب لها بدل العلبه اللطيفه الحمراء تبقى طاوله بيض طاوله، وبعد كده يلبسها عقد من 10 بيضات ويسورها 5 بيضات، والخاتم بدل ما يبقى فص الماس هيبقى قشر بيض، ولا ايه؟ مش فاهم يعني. هي غالبا ده اللي كان هيحصل يعني. فهو الجمله اتغيرت، فهو الراجل بيقول لها خش هات البيض بتاعي. يمكن عشان غالي دلوقتي، فاحنا دلوقتي بنتعامل بالبيض. رجعنا تاني الايام بيض قصاد الحلاقه او بيض قصاد العيش، تقريبا رجعنا الايام المقايضه. تعالى نروح فين ان شاء الله؟ ايه اللي اروح فين ان شاء الله؟ ايوه زي ما اخويا بيقول لك كده، تجيب البيت بتاعه وتتوكلي على الله. مش كده غريبه يا شيخه، روحي بقى في داهيه. يلا وانت طالق
بتطلقني علشان بيت؟ طب مالكش بيت عندي، واقول لك على حاجه، الهي يا رب ما توعد بيت تاني. بس يا دي علاء انت صايع. انا فرحت جدا ان انت بسرعه جدا فهمت المخطط اللي هم بيعملوه ونفدت منهم قبل ما ينتفوا ريشك. انا متخيل لما يتجوز ان شاء الله ويخلف وحد يقابله مثلا في الشارع وهو ماشي بابنه فيروح يقول له ايه الكتكوت العسل ده، فالواد يبص كده لعمه يقول له ايه ده انت عرفت اسمي ازاي يا عمو؟ ده الراجل الوحيد اللي مراته كل ما تدخل عليه الاوضه وتلاقيه نايم مش هتقول له انت مش هتقوم من رقدتك دي وتشوف لك شغلانه، لانه هو اصلا دي الشغلانه، فهي كل ما هتدخل وتلاقيه راقد هتبقى مطمنه على مستقبلها ومستقبل عيالها. وهو بيتخانق معاهم كده وبيقول لهم بقى ده جزاتي، ده انا كنت بقطع من لحم الحي عشان تعملوا بانيه. بس طمع يقل ما جمع. تخيل البنت ندى دي لو كانت استغلت الموقف صح وكانت كبرت المشروع وكانت جوزت اخوها لاخت علاء، كان المشروع كبر ازاي، وكان هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي من البيض ومن الفراخ، ومصر ما كانتش هتنسى لهم الجميله دي ابدا. كنا هنعملهم مسلسل 3 أجزاء اجدع من رأفت الهجان.